سايبه ايديها في الميه والمساحيق طول اليوم وتيجي تقول لي انا مش عارفه ضوافري بتتكسر ليه. بخطوات بسيطة ممكن تحافظي على شكل ضوافرك وتخليها أحسن. أول حاجة لما تيجي تغسلي المواعين أو تحطي إيدك في المية حاولي تلبسي جوانتي. أنا عارف إنك مش هتلبسيه طول الوقت، بس على الأقل قللي عدد المرات اللي إيدك بتتحط في المية. الحاجة التانية رطبي ضوافرك دايما بمرطب سميك زي الحاجات اللي فيها الجيل البترولي، والحاجات اللي فيها الجيل البترولي زي الفازلين وبيور والبدائل التانية. ولو ده مش متوفر عندك استخدمي أي مرطب سميك وترطيبه عالي. لما تيجي تقصقصي ضوافرك خليها مبلولة. لو في لون غريب أو بقع ظاهرة في الضوافر بتاعتك فالافضل تزوري دكتور جلديه، لان في الغالب في سبب مرضي ليها سواء عدوى بكتيريه او فطريه او اي امراض تانية. ولازم تكوني عارفه ان نقص فيتامينات معينه ممكن ياثر على صحه ضوافرك. لو مشيتي على الروتين اللي في الاول ده وبرضه ضوافرك شكلها مش حلو وبتتكسر فالافضل انك تزوري دكتور جلديه. ولو عايزه تعرفي اكتر عن صحه شعرك وبشرتك وضوافرك فاعملي لي فولو.